انا دلوقتي عندي مشكله في العمود الفقري وعامله لي الم، سواء عرق نسا، التهاب اعصاب يعني، او سواء الم موضعي وتنميل في المكان نفسه في الفقرات القطنيه والعجزيه، او حتى الفقرات العنقيه، وعامل لي تنميل نازل على الدراعات، ايا ما يكون المكان وايا ما يكون السبب. المجتمع الغربي اتفق في نقطه ان انا اعمل حقن تشخيصي، والموضوع ده واضح جدا في التردد الحراري، ان انا ما ينفعش مريض يجي لي حتى لو هو اللي هيسالني ويقول لي التردد الحراري ينفع لي ولا لا. النقطه دي بنخلي فيها الحقن التشخيصي هو اللي يساعدنا ويأكد لنا اذا كان الموضوع ده فعلا يتعمل ولا لا. ايه هو الحقن التشخيصي؟ الحقن التشخيصي ببساطه ان انا بحقن ماده معينه على مرتين. بحقن مثلا مخدر موضعي، نوعين من المخدر، في كل مره نوع، واحقنه بين كل واحد والتاني اسبوعين. استجابة المريض لو هي أكتر من 50%، يعني الألم اتحسن بنسبة أكتر من 50%، ده معناه إن المريض جاهز للحقن.